السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أرحب بالسادة المتابعين وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. طبعا في بداية الفيديو كده أحب أرحب بكل اللي دخل معانا جديد في القناة. أحب أتشرف بيه وأعتبره حد من عيلتي إن شاء الله ويا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم جميعا. أهم حاجة ما تنسونوش بالاشتراك واللايك وكومنت حلو منكم كده، تشجيعا ليا ان انا اقدر اقدم لكم كل اللي اقدر عليه يا رب. تمام. طبعا ده روتين معاكم، روتين في شقة اخويا حبيبي، ربنا يخليه لي يا رب ويبارك في عمره ويشفي مراته يا رب. عايز دعوة حلوة منكم ان ربنا يشفيها ويقوم لاولادها بالسلامة يا رب، لان هي تعبانة بجد وتستحق الدعاء مننا كلنا ان ربنا يقدرها وتقدر تقوم على رجليها تاني وتقدر ان هي تكمل حياتها وتمارس حياتها الطبيعية. فبدعي في الفيديو ده قدام الكل ان ربنا يشفيها وينجيها، لان يعني هي اخت حبيبة ليا، ربنا يحفظها يا رب لاولادها ويحميها ويبعد عنها كل مكروه ويشفيها قبل اي حاجة. يا رب عشان خاطر اولادها وعشان خاطر صحتها وشبابها ان ربنا يا رب يشفيها. فطبعا هي كانت عند جامعتهم وجايه يعني يومين وكده، فطلعنا عشان ننضف الشقة معاها. فقلت ان احنا نعمل ايه، اعمل لكم روتين برضو في الشقة بتاعتها، هي مقفولة بقالها اكتر من 6 شهور. فطبعا هتلاقوها مطربة وكده ومكركبة يعني. طبعا يا جماعة ده عند أمي الروتين ده، يعني في بيتنا احنا، بيت جامعتنا، بيت أهلي. وده شقة أخويا ربنا يبارك لي فيه يا رب. فطبعا قلنا ان احنا هنعمل ايه، طبعا روتين قوي في التنظيف ده، بحيث ان الشقة طبعا زي ما قلت لكم مركونة بقالها أكتر من 6 شهور مفيش حد دخلها، فطبعا طربت وكده، وعايز ان احنا نعمل لها ايه، نظافة شاملة. تمام. ما تنسوش الدعاء بالله عليكم، يعني دعوة 40 مستجاب، 40 غريب مستجابة، إن ربنا يقويها ويقومها يا رب بالسلامة لأولادها، ويشفيها قبل أي حاجة لنفسها هي. تمام. فطبعا قلنا ايه، ان احنا هنطلع ننضف معاها الشقة وكده. طبعا كل الحاجات دي شلناها برا، السجاد والحاجات دي. تمام. معلش هو التصوير يعني إيه ضعيف شوية، بس يعني ماشيين واحدة واحدة. تمام. طبعا انا بدأت ان انا افتح الشبابيك بتاعتها عشان اهوي المكان، عشان خاطر ان احنا ننفض برضو الأوضة وكده، وان برضو الأوضة مكتومة بقالها فترة، فطبعا عايزين نغير لها جو. تمام. يعني ان هي طبعا تتنفض والشمس تدخل كده من، فتحت انا الشباكين، الشباك اللي عند السرير ده والشباك ده. طبعا الشبابيك مطربة هننفضها برضو تنظيفة قوية. شايفين التراب، عشان قلت لكم بقالها فترة مركونة. طبعا كل ده هنشيله دلوقتي خالص، هنرجعها اكسلنت خالص. هننضفها دلوقتي ونعمل لها نظافة شاملة. طبعا شلنا السجاد وكنسنا الحاجات دي، وبدأنا ان احنا نمسح في الخشب برضو. يعني ايه الفيديو، معلش ان انا بسرعه وكده، بس يعني ايه، عشان خاطر ان وقت الفيديو برضو. تمام. فمعلش يعني التنظيف ده اخدت ساعات، بس يعني ايه، بحاول ان انا اعمل لكم اللي اقدر عليه. تمام. طبعا دي الطرقة اللي في النص، وبدأنا ان احنا برضو نفتح الشبابيك عشان خاطر زي ما انا قلت لكم الاتربة مالية المكان كله. بدأنا نشيل السجاد اللي في الطرقة او الطريق كده قدام المطبخ وقدام الحمام، المكان ده. مهم. طبعا زي ما قلت لكم المكان مقفول بقاله فترة، لازم يتنفض تنظيف كويس. وطبعا شغلنا الغسالة ولمينا الفرش كله والحاجات دي، ادينا لها صيانة كاملة. فادعوا لها يا جماعة بالله عليكم ان ربنا يشفيها يا رب، لان هي في امس الدعاء للكل ان ربنا معاها ويقومها بالسلامة يا رب ان شاء الله. تقوم لاولادها والصحة، لان كلنا والله حزننا عشانها. فقدر ربنا على كل شيء ان ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، اللهم امين. وقبل اي حاجة صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رايكم في الريفيو اللي قدام البيت بتاعنا؟ شايفين مكان خضرة وزراعة والحاجات دي، مكان تحفة بجد. ايه رايكم؟ طبعا في حاجات كتير يعني ايه. طبعا شلنا السجاد ده كله، ده لعب اولاد اخويا ربنا يخلي، ده محمود ابني اللي راكب على اللعب ده، مبلطج عليها كده وقاعد يلعب عادي. إيه مش فارق مع حد. إيه
كل الحاجات دي طبعا شلناها زي ما أنا قلت لكم. دي فاضية طبعا، البومبونيرة فاضية ما فيش فيها حاجة دلوقتي. لأن زي ما قلت لكم طبعا أي حاجة كانت في الشقة اتشالت خلاص، لأن طبعا بقالها أكتر من 6 شهور في كل ده الشاه. هنا برضو شلنا سجاد الأوضة اهو، ده إن احنا نفتح برضو الشبابيك والحاجات دي عشان ايه الشمس تدخل المكان كده ويبقى له روح إيجابية شوية. وشيلنا فرش السرير ده طبعا وفرش الصالة والكنب. هتشوفوا انتوا معايا الفيديو واحدة واحدة. المهم انتوا عاملين ايه في البرد؟ طبعا الفيديو ده بقاله يا جماعة معايا يعني بقاله 10 أيام. كنت أنا مصوراه بس والله ما نزلته يعني. كنت مترددة شوية والله، بس يعني قلت ايه لأ، هنزله بقى وكده. لأن يعني زي ما قلت لكم أنا زعلانة عشانها والله وكده. ربنا معاها يا رب. كل يدعو بالله عليكم دعوة خالصة من قلبكم إن ربنا يشفى يا رب وأقوم بالسلامة. طبعا هنا الكومود على الصب والحاجات دي، بدأنا احنا نشيل السجادة من تحت واحدة واحدة عشان مفيش حاجة تنكسر ولا حاجة تتبهدل. وطبعا شلناه كده اهو. شايفين بحاول ان انا امشي واحدة واحدة. طبعا انا بصور وانا ماسكة التليفون في ايدي، فمعلش ان انا يعني ما كانش معايا الريدج بتاع الكاميرا بتاع التليفون، فكنت بصور وانا ماسكة التليفون في ايدي. للأسف على التصوير لو في حاجة مش واضحة. وفي نفس الوقت كنت مسرعة الفيديو برضو عشان خاطر ان وقت الفيديو كده. تمام. آه، وطبعا أشكر كل اللي دخل جديد في قناتي. ربنا يصلح لهم يا رب، اخوات حبايبي. واصحاب القنوات برضو حبايب قلبي، ربنا ما يحرمني منهم ابدا، اللي بيدعموني وبيقفوا معايا وبيشجعوني دايما. بجد بيدوني روح ايجابيه كده وطاقه كويسه. يعني هم اللي بيدوني حماس ان انا اكمل والله في اللي انا بدأته ده. انا مش عارفه هي بدأت خطوه، بس انا بدأ ربنا ان هي لو خير ليا ربنا يقدرنا عليها واقدر ان انا اكمل. ولو يعني مش عارفة هي أنا بدأت طبعا بقالي فترة بسيطة. فطبعا أتمنى من الجميع إنه يقف معايا ويدعمني إن قناتي تكبر وأقدر أحقق اللي أنا عايزاه بها. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده إن أنا إنسانة بسيطة وطموحاتي في الحياة مش كبيرة. بس في نفس الوقت يعني نفسي إن أنا أوصل لهدف معين. قدر ربنا على كل شيء إن أنا يعني أقدر أوصل لحاجة معينة أنا نفسي إن أنا أوصل لها وكده. فالحمد لله ربنا يعيننا جميعا، لأن فعلا الحياة اللي احنا فيها دلوقتي صعبة جدا جدا. وأنا بشجع أي ست أو أي بنت تقدر إن هي تشتغل أي حاجة، يعني أي هواية هي حباها أو أي مهنة تكون مهنة محترمة، مهنة شريفة، مهنة تكون يعني تعمل لها دخل كويس منها. طبعا دي يعني بتبقى حاجة كويسة في الزمن اللي احنا فيه ده. لأن فعلا والله يعني ربنا يسترها علينا ويعدينا على الأيام ده على خير، وقادر ربنا يشيل الغمة ده عننا جميعا. وطبعا زي ما انتوا عارفين غلاء الأسعار والارتفاع ده طبعا حاجات مهولة. فربنا يقوينا بقى، ربنا يقوينا عليها. طبعا هنا شلنا السجاد كله طلعناه بره. تمام. وكنسنا الحتة زي ما انتوا شايفين كده، مشينا مع واحدة واحدة. ده سر التوحة حبيب قلبي بتاع السبوع بتاعه. شايفين ما شاء الله. طبعا ده هنعينه بقى لما ربنا يكرمهم المرة الجاية يعني يتعلموا برضو في الدولاب كده محتفظ بها، نكيسه ونعينه برضو في الضرفة بتاعته. شايفين والله اتطبق لما كان بتاعنا هنا غلط. آه، ف فزي ما قلت لكم يعني اي بنوتة او اي ست تقدر ان هي تشتغل شغلانة كويسة، مش حاجة وحشة ان هي تقدر تساهم في الحياة. آه، فربنا يقوينا جميعا عليها ويعيننا. من اللي صام النهاردة؟ طبعا احنا النهاردة 3 رجب. إيه طبعا انا عاملة معاكم الفيديو ده يعني انا بسجله معاكم بعد المغرب، لان زي ما أنا قلت لكم ان الفيديو ده معايا بقاله معايا يجي 10 ايام او حاجة زي كده. فطبعا سبته شوية يعني اما جيت اما جيت ان انا منتجه كده.
فهنا طبعا شيلنا السجاد كله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا انا انا سايبكم واحده واحده، مش عايزه ان انا اسرع في الفيديو او يعني شو ما تقولوش عليا الكاكه. يا رب كده الفيديو يكون خفيف ولطيف على قلوبكم. فطبعا بدكم يعني ايه، بدكم وقت كده ان انتوا تتفرجوا على الشقه معايا وتشوفوا التنظيف بتاعي بقى ايه رايكم فيه. طبعا هنا السقف ده هبناه او زعفناه، تمام، ونفضنا الركنه تنفيضه كويسه. ده الجنب التاني، طبعا احنا عملنا الجزء اللي جوه. هي طبعا ما شاء الله الريسبشن بتاعه كبير. شيلنا الجزء اللي جوه ده، نفضناه وشيلناه، وبدأنا نيجي على الجزء التاني. فطبعا بقيت اشيل من هنا واحط هنا، اشيل من هنا واحط هنا طول النهار. خليك شايف بس يا بوش، ايوه، خليك شايف ان احنا عملنا، بص يعني الحمد لله انجاز اهو. اصلا انا بحب اما بنضف بضمير والله، مش بعمل حاجه من على الوش. حتى ده عندي هنا في شقتي برضه، يعني مش بحب ان انا اجيب كده من على الوش وخلاص، لا بحب ان انا انضف تنضف عمي. تمام. وزي ما قلت لكم كمان ان الشقه بقى لها فتره مركونه، يعني ما حدش بيدخلها ومقفوله. فطبعا الاتربه والحاجات دي لازم كلها تتنفض تنظيف كويس ويشال من عليها. بدات ان انا اعملها واحده واحده اهو، شايفين كل ده طبعا اتنفض اتمسح، وجبنا ميه باريال ومسحنا الركنه برضو كويس. حطينا عليها مسحوق. ايه رايكم؟ ما شاء الله، يا ربنا يهنوهم بها يا رب ويخلي لهم أولادهم، ويبلغوا بالحب والسعادة والفرح، ويبعد عنهم أي مكروه وأي شر. إيه، ويخليهم لي اخواتي يا رب، يبارك لي فيهم وما يحرمني منهم أبدا. طبعا قلت لكم إن أنا بنت وحيدة، ماليش اخوات بنات، بس ربنا يخلي لي صبيان. فربنا يبارك لي فيهم، هم يعني نور عينيا من جوه. إيه، بحب دايما ان أنا اطمن عليهم، ان أنا اسمع عنهم كل خير. فربنا يبارك لي فيهم يا رب وما يحرمني منهم ابدا واجعلهم سند دايما في الحياة، لان هم فعلا سندي. ربنا يبارك لي فيهم. طبعا انا بجري في الفيديو يا جماعة. انا ماسكة التليفون وبجري بجري بجري، ايه خليكم واخدين بالكم يعني ان انا بجري. طبعا هنا الصورة انا لفتها، اللي هي المخدة دي على صورة الزفاف بتاعتهم، لفتها برضو. تمام. بدأت ان انا برضو اجري الشاشة او المكتبة. كل الحاجات زي ما قلت لكم، احنا شلنا الجزء اللي جوه، جينا على الجزء ده بدأنا ان احنا نشيل فيه. مهم. خلي بالكم الإضاءة الكهرباء هتقطع برضو دلوقتي، يعني احنا كنا في الوقت ده حوالي العصر كده، زي العصر كده. بعدها الإضاءة قطعت واحنا شغالين على فكرة بننضف في المكان. تمام. طبعا هجيب معاكم أجزاء كده في الشقة، يعني احنا عملناها كلها الحمد لله. يعني كنا كذا حد، مش أنا لوحدي، كنت أنا وهي وناس حبايبنا معانا برضو، مامتها ومرات أخويا، وبقينا شغالين كل واحد في جنب. فالحمد لله مسكنا الشقة كلها عملناها، بس أنا جبت لكم اللي أنا عملته. يعني الحمد لله أنا عملت الأوض، عملت الصالة، وعملت الريسبشن. مامتها ربنا يجزاها خير يا رب، عملت المطبخ. طبعا جابت المطبخ كله على الأرض. أنا ما صورتش معاكم المطبخ لأن طبعا ما عملتوش، أنا بتصور معاكم اللي أنا عملته بس. تمام. طبعا هنا كنسنا الأرض زي ما انتم شايفين كده بالطريقة دي. وبعدها مسحت برضو، جبت الجردل بالشرشوبة وجبت ميه ومسحت المكان. آه، طبعا كل ده اتنفض تنفيض كويس اهو. طبعا طلعت قدام، بدأت ان انا انفض برضو تنفيضة كويسة، بحيث ان يعني ايه، ان المكان يكون تمام يعني. فالحمد لله. ايه رأيكم بقى في اللمعان اهو؟ شايفين ده كمان قبل ما امسح. هنا بس انا كنست بس. تمام. طبعا الريسبشن عند اخويا اعلى من الصالة. فطبعا لسلم كده. ايه رأيكم؟ طبعا ده الكنس. بقيت ان انا اجيب السلم برضو اللي قدام الريسبشن واحدة واحدة، عملته برضو الحمد لله. وابدأ ان انا اجيب مية وامسح المكان، مية بالشرشوبة امسح المكان، وبعد كده نقوم فرشينه ومتدورين على حاجة تانية. تمام. نمشي واحدة واحدة. طبعا احنا شلنا السجاد من الشقة كلها، وبدأت ان انا اطلعه، في اللي طلع قدام الشقة وفي اللي طلعته في الشمس.
كده. هي والله يا جماعة هي الحمد لله كانت الشقة نضيفة، هي كانت تراب بس زي ما قلت لكم من الركنة، بس يعني الحمد لله كانت الشقة نضيفة، ما كانش فيها كتير، بس يعتبر ان احنا خلينا الشقة كلها واحدة واحدة، ما سيبناش فيها حاجة. تمام. فشلنا الحاجات دي، كل ده اتمسح واتنفض. الركنة ما شاء الله يعني، ربنا يمن لهم بقى خير يا رب كده، وربنا يخلي لهم أولادهم ويبارك فيهم ويبارك في زوجتك، ويخلي لأخويا حبيبي ربنا ما يحرمني منه أبدا. طبعا هنا السجادة كانت تقيلة جدا، وأنا عمالة أحاول إن أنا أفرشها لوحدي فاستعنت بصديق في الحتة دي. هنا طبعا النور قطع أو الكهرباء قطعت على ما أعتقد، بتهيألي قال لي أيوة قطعت، لأن أنا بصور الإضاءة ما فيه. أنا بصور كده على إضاءة الشباك على فكرة. واستمرت معانا كده بقى لحد ما سبت الشقة ومشي. شايفين هي الإضاءة طبعا ضعيفة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا هنا نبدأ ان احنا نرجع المفرش زي ما كانت، ونبدأ نحط الانتيكات والتحف زي ما كانت برضو. اها. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في النظافة والجمال ده؟ حاجة ما شاء الله. ادي للشيء حقه يطلع زي ما انت عايزه. ايه رأيكم في المقولة دي؟ طبعا هنا حطيت المشاية دي بين الاتنين. بدأت ان انا اجيب المخدات ده احطها في مكانها برضو شلتتين، عشان لما بيجوا يقعدوا وقت الاكل او كده دي الشلات الارضي تمام. دي لعب بقى من اخويا. ايه رايكم بقى في الارض اللي قدامنا بتاع دي والمكان ده؟ ايه رايكم؟ شايفين قاعدين قدام البيت اهو. قفلت الشباك بقى طبعا عماله اشاور لهم من فوق. فعندي فوبيا من الاماكن العاليه يعني ما شاء الله، الدور الخامس. فما بعرفش، بس انا كنت مقربه الكاميرا على فكره تحت. طبعا هنا رجعنا العربيات اماكنها، امال ايه، رجعناها الجراج تاني. وكده الريسبشن خلاص. بدأت ان انا دخلت على غرفة النوم بتاعتهم، الغرفة الكبيرة. بدأت ان انا برضه امسحها واحدة واحدة كده. طبعا انا كنستها في الاول، وغيرنا فرش السرير، وكان في هدوم عايزة تتحط في الدولاب حطيناها، وفي هدوم عايزة تروح الغسيل لميناها، وغيرنا كل الحاجات دي اتنفضت، والخشب الحمد لله اتمسح. بس طبعا يعني ايه اختصارا لوقت الفيديو، لان طبعا الفيديو طويل جدا، فانا ماشية معاكم واحدة واحدة، بس يعني ايه مش عايزة اطول فيه كتير. انا صورت الجزء اللي انا عملته، وزي ما قلت لكم ان احنا ما شاء الله كان يعني ايه كذا فريق. إيه عفوا. إيه كنت انا ومرات اخويا التانية، ربنا يخليها لي يا رب ويبارك في عمرها، ومامتها برضه حمات اخويا اللي هي شقتها دي، ومرات اخويا برضه كنا كذا حد. فطبعا كنا كل واحد قلنا ايه، لا احنا مش هنجمع في مكان واحد ونسيب الشقة، كل واحد يعمل حاجة. طبعا معلش الإضاءة طبعا بدور على إضاءة الشباك، لان يعني مش عارفة الكهرباء دي لسه هتودينا فين. هنا بدأت ان انا افرش واحدة واحدة. هنا السجادة اتفرش والأوضة خلصت. ايه رأيكم في الجمال ده؟ النظافة مية مية اهي. شايفين نظافة شاملة يعني. طبعا هنا الريسبشن خلص اهو. ببدأ ان انا انقل الكراسي بقى اللي كانت في الصالة احطها تاني في الركنة. دي الغرفة الإضافية، غرفة الانتريه. طبعا كان اخويا حاطط الموتوسيكل هنا في النص. حاولنا ان احنا نزقه شوية، مش عارفين نحركه، فزقيته جوه شوية جنب الكنبة، بس لجوه شوية. كان هو في نص المكان ده، فبدأت ان انا زقيته لجوه. تمام. بدأنا ان احنا نكنس برضو المكان. ايه رأيكم؟ معلش الإضاءة بقى لو النور سرق كنت هتشوفوا إضاءة جميلة جدا، لأن ما شاء الله الشقة أساسا فيها إضاءة حلوة. ف عن شقتي كمان يعني هي فيها إضاءة حلوة كتير، بس الكهرباء قطع. هنا طبعا البلكونة بتاعته أو دي دوران. شايفين ما شاء الله جايبة الغرفة كلها. ده مكان وده مكان تاني، بس هي بلكونة واحدة جاية دوران بالعمود اللي في النص ده. طبعا ايه رايكم في شجر التوت بتاعنا ده؟ لا لا، جو الأرياف على فكرة جو جميل جدا. تحسوا ان الناس فيها ايد واحدة ومع بعض، وبيسألوا على واحد على بعض، ومتكاتفين في حاجات كتير. فربنا يدوم علينا نعمة يا رب، بجد والله. طبعا انا قفلت البلكونة.
هنا بنفض الشباك. تمام. عملت طبعا الريسبشن كنسته بتاع الغرفة دي كنستها. هنا التكييف طبعا كان لسه هيتعلق. تمام. ده لسه يعني هيتعمل، بس اما اخويا يجي باذن الله من السفر وكده. طبعا اخويا ما كانش موجود في البيت، ما هو مادام الشقه مقفوله بقالها 6 شهور يعني صاحبها مش موجود، فربنا يجعل حسه على الدنيا يا رب. طبعا هو مسافر ومش موجود هنا في السعوديه، فباذن الله لما يجي كده بالسلامه هيبدا ان هو يركب التكييف، يرجعه مكانه يعني وكده. طبعا دي الصاله اهو، بدات ان انا امشي فيها واحده واحده اعملها. طبعا الجماعه كانوا في الغرفه التانية، اللي هي بتاعة الأطفال بقى أو الغرفة الإضافية. بيطبقوا طبعا ملابس الأولاد وبيبدأوا إنهم يمشوا فيها واحدة واحدة. فأنا الحمد لله عملت اللي قدرت عليه. وكان في الوقت ده كنت أنا هروح بقى شقتي. فكنت بس